ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في القناه بتاعتي يا جماعه، وده اول فيديو روتين هعمله ان شاء الله يعجبكم. ستات البيوت بقى اللي مكسلين بيشوفوا كده يلا بينا نوضب مع بعض. وهنبتدي دلوقتي، واحنا مع بعض كده ممكن نبتدي نحكي بقى شويه حاجات، ولا نخلي الفيديو صامت، نسيبها بظروفها. يلا بينا يلا بينا نبتدي. اخدكم يعني اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا. شايفين الكركبه، الهدوم، الغسيل؟ بصوا كده، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. لسه بس هوريكم المطبخ، هوريكم المطبخ بالمره. اوبا، وادي المطبخ، كركبه وبهدله وبهدله وكركبه ومواعين وحركات. والله يا جماعه انا عايزه اوضب البيت ده ليا فتره، ليا فتره كبيره عايزه اوضبه، مش مفيش وقت دايما، ونفسي قوي اصور. يعني ده هيعتبر تاني فيديو ينزل على القناه بتاعتي الجديده، لان انا كانت عندي قناه قبل كده ما توفقتش فيها، قفلتها. هي مش مقفوله، هي لسه موجوده وكل حاجه، بس ايه، ركنتها بمعنى اصح، فتحت بدال واحده جديده لاسباب ما هبقول لكم عليها بعدين. ف يلا بينا نبتدي مع بعض. نبتدي بايه نبتدي بايه نبتدي بإيه؟ في حاجه بتقول لي الكنس، في حاجه بتقول لي التوضيب، ده ولا ده؟ الكنس اخر حاجه يا جماعه، الكنس اخر حاجه عشان بيعمل غبره. تعالي هنا. بنت يا جماعه، عادي عادي. يلا بينا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ده اول فيديو ليا في القناه، واتمنى ان انتوا تدخلوا بقى وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اعرفكم نفسي، انا مريم، ودي القناه الجديده بتاعتي. قلت اشارككم بقى الروتين. دي الخروج بتاعتي. المهم يا جماعه، عشان ندخل في الموضوع على طول، بلاقي ان ناس بتقعد، قلت ارغي معاكم ناس كتير يعني بيقولوا احنا الحاجات اللي انا بعملها دي. الناس يعني اول حاجه عايزه اقولها لكم حاجه مهمه جدا، بتبقى اغلب الوقت. بصوا يا جماعه، ريحتهم في الصيف مش الطف حاجه. الواحد عشان ينجح ده بسبب ان هم طبعا في عوامل نجاح كتيره جدا، حاجه تهوي او كده، او هنا والمنطقه دي او نقطه معينه بعينها. ايه النقطه دي؟ هو نقطه ان انت هو مش تنمر ولا حاجه، لسه بتصعد. يعني انت لسه في اول سلم للنجاح، مش لازم الناس كلها تعرف. ومهم جدا النظافه، مش لازم القريبين يعرفوا كمان بره، وهتقابلي ناس يا جماعه بجد، مش لازم. حتى مش هتقابلي ناس، حتى نفسك والله. ليه؟ يعني الحاجه بتتنبر عادي، بتتنبر عادي جدا. نظيفه، تحطي لو انت مثلا زرعت زرعه الدنيا تبقى معاكي حلوه، والزرعه دي كانت لسه ما كبرتش، يا دوب بتطلع، وعرفت الناس كلها يا جماعه انا زارع شجره، مثلا شجره طماطم. انت قلت للناس زارع شجره طماطم، هتبتدي في دماغهم بقى تترسم بقى ايه، زرع طماطم، وبكره الشجره تكبر وتجيب له دخل، وياكل منها ببلاش ويبيع منها ويكسب ومعرفش، وتبتدي تترسم في دماغهم الطموحات والاماني والمش عارفه مين، بغل وبحق. هم ممكن يكونوا مش قاصدين ان هم يعملوا ده، ممكن هم مش قاصدين بجد ان هم يغلوا، بس غصب عنهم، الغيره موجوده غصب عنهم والشيطان موجود. فانت بسم الله، ممكن انت يكون ربنا اصلا لسه ما اردش ان الحاجه دي تكبر وتكمل، تمام؟ فتلاقي الموضوع ده فجاه بخ، تمام؟ انت فوق ان انت ما عملتش الحاجه دي، ما كملتش، انت بقيت زي ما بيقولوا عليه ايه، بقيت محط انظار. يعني انت بقيت الناس كلها خلاص حاطه في دماغها ان فلان ده كذا، وانه ممكن يعمل، طالما الحوار ده فشل هيدور على حاجه تاني ويبتدي يعملها وبتاع، فبقوا بيركزوا معاك. فدي حاجه انا حبيت اوضحها من تجربه شخصيه. عملت يعني مش قادره اقول لكم كميه الحاجات اللي فشلت، لان انا من النوع للاسف اللي لما بتحصل معاه حاجه كويسه بيجري يقولها، عشان بيبقى في دماغي ان انا زي ما هفرح وزي فرحتي دي، هو اكيد الناس هتفرح نفس الفرحه، يقولوا عليه بقى هبل عبط زي ما يجي. بس هو والله هي حاجه سيئه جدا جدا، وانا جربتها حاجات كتير، في تجارب كتير في حياتي، على يعني
على على مدار السنين اللي فاتت دي كلها حاجات ما كانش ربنا بيأذن انها تكمل، وللاسف حسد شديد شديد شديد. وعايزه اقول لكم يا جماعه القريبين منكم يعني الا من رحم ربي، بجد العين فلقت الحجر. الحاجه ما بتكملش يا جماعه، الحاجه انت بمجرد ما بتقول بمجرد ما بتقول بتروح البيت او انت واقف في ساعتها الحاجه دي بتبوظ خلاص، فيلم خلص. ونرجع برضو لنقطه مهمه جدا. انتوا الحاجه لما الحاجه مثلا انتوا ثواني يا جماعه. الواحد والله نسي كان بيقول ايه. المهم يا جماعه، كنت بقول لكم ان عامه الحاجات اللي بتبوظ من اللي الواحد بيبقى مركز معاها والكلام ده، نصيحتي ان انتوا ما حاولوا ان انتوا ما تقولوش لحد اي حاجه. اصبروا لما الحاجه تكمل ويبقى لها ملامح. قبل ما تقولوا الحاجه عليكم ببرك، ولازم تبرك. اللهم بارك انا عملت كذا، اللهم بارك اشتريت كذا، اللهم بارك مش عارفه مين وبتاع. فلما تبارك على الحاجه ربنا بيسترها معاك وبيحفظها باذن الله، بتتحفظ. ولازم الحاجه يا جماعه تكون خلصت، ما ينفعش في الطلعه ان انتوا تقولوا. كنت قريت مقولة مشهورة جدا، مش فاكرة مين اللي كتبها بصراحة، ان هو كان بيتكلم في نقطة في النقطة دي، يعني ان الناس تحب تشوفك مبسوط، بس ما تحبش تشوفك احسن منهم. ف ناخد بالنا. ده انا بوريكم اسم بنتي اماليا. فيا جماعة ناخد بالنا كويس جدا من النقطة دي. وبس هديني هنا بوريكم كتكوت لولو. هبقى برضو ودي التابلوهات بتاعتي، عايزه احطها برضو، عايزه برضو اعملها شويه حاجات كده واحطها في الصاله. معاكم اهو. وده ينقلني بقى للتجربه الشخصيه بتاعتي اللي حصلت معايا، ان انا بوريكم الحاجات المبهدله عندي. ان انا يا جماعه والله كنت فاتحه قناه تانية على اليوتيوب وعملت فيها شغل محترم، وكان عدد المشاهدين عندي يعني الحمد لله برضو كويس نوعا ما كبداية. وانا ما كنتش قايله بصراحه على القناه دي خالص، لان انا كنت مأمنه جدا ان الحاجات اللي بتبقى في اولها دي ساعات يعني ساعات ما بتكملش لاي سبب من الاسباب. وجت بالنسبه لي تجربه، وقلت ابتدي انزل فيديوهات، اتدرب بقى على المونتاج. مره انزل فيديو وحش، بعد كده اخد بالي من التصوير، اخد بالي من الاضاءه، الكلام ده كله. فكنت عامله حاجه زي تيست كده، بس طبعا كانت بابليك عادي وكده. مصادفه كده او قدرا حد قال ان انا عندي قناه، وبرضه ما حبيتش اعلي الحوار. لا، لقيت الموضوع بدأ ينتشر، لقيت خلاص بقى. فقلت ما فيش مشكله ان انا ابتدي اقول، عشان برضه لو حد سمع ان انا عندي قناه وانا ما قلتش، اكيد دي حاجه بتزعل، اكيد 10 يعني 100% بيزعل، حاجه هتزعل. فقلت هقوله امر لله، مع ان انا اصلا ما كانش عندي ان انا اوري حد الفيديوهات او كده، على اساس ان انا لسه الفيديوهات عندي مش احسن حاجه، التصوير مش احسن حاجه، مش مظبطه نفسي. يعني حتى هتشوفوني هنا مثلا في النقاب، لا مش متظبط، النقاب متلخبط، لسه مش متمكنه قوي. برضو يعني ممكن الفيديوهات اللي فاتت قبل كده ما كنتش بلبس حاجه مثلا تحت العبايه اللي انا بلبسها، فكان ايدي بتبان. اخدت بالي دلوقتي ان مثلا لا، لازم البس حاجه عشان ايدي ما تبانش. ففي حاجات كتير. فانا كانت بالنسبه لي كلها فيديوهات تيست، ومش ان حد يعني مش تشرف ان حد يشوفها، بس خلاص انا اضطريت ان انا اقول، لان خلاص يعني انا كنت هقول لما الدنيا تظبط معايا احسن من كده، ويبقى في مشاهدين ويبقى في تفاعل، ويبقى القناه بدات تكبر، وابتدي انزل فيديوهات كويسه. ساعتها احس ان انا متشرفه بنفسي ان انا اقول حاجه زي كده. جماعه انا لسه نقلت لكن كل حاجه هسيبكم المقطع ده وبعد كده لسه نكمل. هتتعمل ولسه هتتظبط ولسه هتشتري حاجات مكانها وكده يعني. فدي ما بحبش حد يبل طاجن، لانه مع الوقت الطاجن بيشرب الميه وبيتفتت، بس ده وضع مؤقت. حطيت ميه، حطيت البريل او اي صابون وشويه خل. ليه الخل؟ لان الخل
اولا ما بيضيع اثر الصابون خالص، وبيدي لمعان وبيدي نظافه وتعقيم، وفي نفس الوقت الجسم ما مش بيسمح للجسم انه يمتص الصابون في المواعين، عشان لا قدر الله بيعمل امراض وحشه جوه الجسم. فلازم نحط كده. حطيت هنا شويه خل. تمام. نتاكد ان الليفه الاموره دي نضيفه كده اهو. اهو ميكس 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 ميكس. ونبتدي نغسل هذه المواعين. طبعا يا جماعه هي مش مواعين يعني مواعين بقى وكده، بس افتكروني بضحك على عقولكم ولا حاجه، انما هي ايه زي ما بيقولوا كده حاجه على قد انا وبنتي قاعدين في البيت لوحدنا، فدي حاجه على قدنا يعني، على قد ما احنا بناكل بنغسل اول باول، فمش بيبقى فيه مواعين كتير. بس لازم يبقى فيه مواعين طبعا، في اكل في شرب، لازم بيبقى فيه مواعين. انا بنزل بدي دهون، وبعد كده اتاكد ان هي تمام، وبعد كده ابتدي ايه اليف كده اهو، وانضف وطبطب وادلع. تمام كده 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 كده. اللي عنده غسالة اطباق والله دي حاجة حلوة وكويسة، انا جربتها قبل كده، هي جميلة، هي عند ماما، بس الحقيقة انا ما جبتهاش لان زي ما قلت لكم انا وبنتي بس اللي عايشين في البيت، فاحنا مش محتاجين غسالة اطباق، ان هو اصلا مش يعني هتعملي بيها ايه؟ احط فيها طبق ومعلقة؟ الدنيا مش مستاهله خالص يا جماعه. هي غساله الاطباق حلوه قوي ومناسبه قوي قوي مع الاسره، ستارت من 4 افراد، هي بتبقى ساعتها غساله الاطباق دي بقى ليها لازمه. يعني انا عندي مثلا جوزي وبنتين ولا ولدين ايا كان يعني، عيلين وخلاص، ساعتها بقى ايه بقلب جامد اقدر اجيب غساله اطباق. ليه؟ في حلل وفي حاجات بتتسلق فيها وفي اكل وفي يا ماما كل شويه هاتي يا ماما كل شويه حطي والكلام ايه اللي انتوا عارفينه الصداع ده. فساعتها بنجيب غساله اطباق عشان تهون عليك المواعين، لان انت اشغالك في البيت ما بتخلصش حرفيا. اهو كده كده الدنيا تبقى اظرف. تمام. فايه ساعتها بقى ايه نبتدي نجيب غسالة اطباق، مفيش مشكلة من اي نوع. بس لو انتوا فردين فليه غسالة اطباق؟ ليه غسالة اطباق؟ وهي على فكرة ملهاش علاقة بالمادية يعني. لو ست طبعا حتى لو ست يعني ناس ظروفهم على قد حالهم عادي، انا انصحها ان هي برضه تجيب غسالة اطباق لو هم عدد، عشان والله هتريحها. لان الست هنا يعني احنا مثلا ايه مش زي دول معينه، في دول يعني ده طبيعي هما يعني عارفين ان هما الدول دي بيبقوا ايه عندهم في الثقافه بتاعتهم ان لازم تبقى في واحده بتشيل الاطفال، واحده بتنظف، واحده معرفش مين، في ثقافتهم. وده حلو وده عادي وده تمام مفيش مشكله من اي نوع. بس الست المصريه اغلبنا، مش هقول طبقه معينه بس اغلبنا احنا اللي بنعمل كل حاجه بايدينا. فلو بتعملي كل حاجه بايدك انت لسه عليكي بقى ايه توضيب، وعليكي اكل بيتعمل، وعيال بتذاكري لهم، وجوز بتخدميه وبتوضبي له هدومه وبتكفي وكده وحوارات كتير. فايه الغسالة الاطباق دي ما بتبقاش رفاهيه، بتبقى نوع من انواع الانقاذ. انت بتنقذي نفسك ان انت ايه يعني تجيبي حاجه تخف عليك الحمول شويه على قد ما تقدري. فانصح اي ست عددها اعلى من 4 ربنا كده يقدرها، وحتى لو هتدخل جمعيه ولا حاجه، كل حاجه دلوقتي بقت بالقسط يا جماعه والله بالمناسبه يعني، تدخل كده وتجيب لها غساله اطباق كده حلوه ساعتها حلوه عشان تسهل لها حوار المواعين والكلام ده. والله بتريح، هي مريحه خالص. غساله الاطباق يعني ثمنها فيها بصراحه مش من الحاجات اللي انت تستخسري او تقولي انا جبت ايه ما انا كان ممكن اعمل، لا هي ثمنها فيها، بتريحك بجد 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 يعني. تمام. شوف ايه بقى القصه الحلوانه دي. دي سيبها تتنقع شويه عشان لسه اللحمه لازقه فيها.
مش هنتهور بقى، نسيب ده ينشف شويه وكده اهو يا جماعه. اوبا ليسا، تخيلوا نسيت اشطف الازازه دي. تحسوا ايه يعني، انا عشان طبعا لسه جديده في البيت وكده، فيا دوب بقى الواحد بيحط حاجته وبيشوف راسه من رجله، فلسه يعني احنا جبنا اساسيات مثلا، عندنا مطبخ، اشتريت تلاجة، بوتاجاز، مش عارفه ايه، لا 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 الكلام ده كله، بس ايه لسه في حاجات كتير ما تركبتش وحاجات كتير ناقصه، فربنا يكرم ونخلص كل الكلام ده، وعلى ما المواعين تنشف تعالوا يلا بينا على الغرفه. غمضوا عينيكم، فتحوا عينيكم. هذه الغرفه هذه الغرفه يا جماعه، هذه الغرفه يا جماعه. والله الواحد ما كانش حابب يفرجكم المناظر دي، بس ده الدولاب متكركب كالعاده، ودي اوضتي الجميله الظريفه. عايزه اجيب والله شويه تابلوهات هنا بشكلها ظريف وكده، وطبعا الاوضه عايزه برضو تتشد وتتظبط، ونعمل الاوضه. انا متبهدله يا جماعه، والله متبهدله يا جماعه. طيب مش عارفه المهم يا جماعه ان انا الفيديوهات اللي بقول لكم عليها دي محدش اي حد من المقربين عمل لايك ولا عمل كومنت ولا عمل اي حاجه. الموضوع ده زعلني جدا، لان طبيعي حد عامل قناه على اليوتيوب الناس بتدخل كومنتات مش عارفه ايه، الله ينور، يشيروا بتاع. يا جماعه ما عملوش اي حاجه. هتقولوا لي عرفت منين؟ اقول لكم انه ولا لايك. انا حافظه اللايكات، الصابع بتعدي على الايد، حافظه اللايكات، عارفه المشاهدات، بلاقي المشاهدات بتاعنا بس ما بلاقيش تفاعل ولا لايك ولا كومنت حتى ابسط حاجه، ايه مثلا الله ينور مش عارفه مين بتاع، ولا اي حاجه ولا اي حاجه. فساعتها بجد عرفت انه مش كل حاجه بتتقال. الاوضه خلصت تمام، بس هنعدل السجاده دي كده. ايه رايكم في السجاجيد البيضه القمر دي؟ تقولوا لي عندك طفله وعندك بتاع، عندي وعندي والله، هو مستمره ان انا اجيب كل حاجه فاتحه، ما عنديش مشكله يا جماعه. عارفه يا بنوته اموره اللي بتتفرجي عليا المفروض اظبط النقاب ده عن كده. بس والله كل ما يعني انت لو تعملي الحاجه اللي بتحبيها اكتر بتنجحي اكتر. بمعنى ان انت لو قعدت تقولي مش هجيب حاجات فاتحه اصل انا عندي اطفال وبتاع، وتعيشي بقى في كبت وحزن وكل حاجه تاجليها عشان عندك اطفال وبتاع، لا يا جماعه، لا عادي. جيبي الحاجات اللي نفسك فيها، والحاجات اللي توسعك اغسليها، بسيطه خالص، بسيطه. اخر حاجه بقى اخر حاجه جميله وعسل بحبها، هو ان احنا خشولي في الجون بقى، خشولي في الجون كده. تم ترارارم تم بسم الله. على البخور الحلو ده. الله على الريحه، الله على الريحه، الله على الريحه. اسمه الازهر. نشغل الفحم وبعدين نحط البخور واشوفكم على خير يا جماعه. بليز عشان خاطري اعملوا اشتراك اعملوا اشتراك يا جماعه، القناه لسه جديده، يعني مش ممكن داخلين ولا في كومنت ولا في لايك ولا في، مش ممكن انتوا بتعملوه فيا ده. خير، مع السلامه.